في مثل بيقول لك اللي بيفهم بيريح. بص يا صاحبي، لو انت ما بتتصلش بيا بقالك كتير وبقالك عمر ما شفتكش او ما بتتصلش بيا بقالك فتره كبيره وليك مصلحه عندي، ما تترددش واتصل بيا. عايز اي حاجه وربنا قال لك ان او قال لك اتصل بعلي او الهمك ان انت تتصل بعلي عشان يقضي لك مصلحتك، والله العظيم هرد عليك. ولو في ايديا ان انا اقضي لك مصلحتك هقضيها لك. وفي ناس كتير عارفه الموضوع ده عني. في ناس كتير انا بقالي سنين ما شفتهاش يعني ممكن 10 12 سنه، بس ممكن نبقوا على تواصل مع بعض كل فين وفين. واما بيكون عايز مني مصلحه وفي ايديا ان انا اعملها، انا ما بتاخرش. فعايزين نخلي الموضوع ده منتشر بينا، ان احنا نقدر غيابنا عن بعض، نقدر عدم سؤالنا على بعض. بس اما يكون صاحبك كلت معاه عيش وملح وبقالك فتره ما بتتصلش بيه او ما بتسالش عليه، او هو ما بيتصلش بيك او ما بيسالش عليك، وطلب منك مصلحه قاعد من الشغل محتاج مساعده في اي حاجه، ما تقولش لما بيتصل بيا عشان مصلحته. احنا كلنا اسباب لبعض، احنا كلنا في خدمه بعض. بس كده الموضوع لازم نسهل الدنيا على بعض، مش لازم نكبر الموضوع ونقول ده ما بيتصلش وانت ما بتتصلش. الدنيا لاهيه الناس كلها وكله مكفي على وشه عشان خاطر لقمه عيشه. قدروا بعض. سلام.